على النبي يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا اسمي جمانة من بلد عربي وديانتي المسيحية. قصتي بدت أيام ما كنت طالبة في الجامعة، كنت أدرس تمريض وكنت أصغر وحدة بالعيلة. عندي أخت متزوجة وعايشة برا بلدي، وكمان عندي أخ متزوج وعايش برا بلدي. وأنا بهذيك الفترة كنت مخطوبة لواحد من العيلة، كان خطيبي أكبر مني ب7 سنين، وللأمانة ما كنت مقتنعة فيه لأنه ما كان دارس وكان موقف تعليمه، وكان يشتغل مدير في مطعم أبوه، يعني أوضاعه المادية كانت جدا ممتازة. طبعا خطيبي كان يحبني، لكن كنت دايما أنا أقول لازم أكون مع شخص متعلم، عشان للأمانة ما أستحي منه قدام الناس وقدام صحباتي. وبمرة من المرات كنت جالسة قاعدة أدرس، عندي اختبار، كانت الدنيا مطر وكانت الساعة 11:30، وقلت في نفسي خليني أخذ بريك قصير، ومسكت جوالي في برنامج شدني الفضول عشان أحمله، وفعلا حملته. طبعا نزلت البرنامج وقاعدة أستكشف فيه. طبعا كان في ميزة بحث في هذا البرنامج. إيش الميزة؟ تمسك الجوال وترجه ويطلعوا لك ناس قاعدين يرجون الجوال وتتعرفون على بعض. طبعا أنا وقتها كنت حاطة صورتي على هذا البرنامج، وأنا جالسة أرج الجوال مبسوطة بالميزة الغريبة هذه، جاتني رسالة من شخص، وبالغلط فتحت الشات بيني وبينه، وعلى طول طلعت وما رديت على رسالته. للأمانة أنا هنا استحيت، قلت يا بنت ردي على الرسالة، ماني خسرانة شيء، وإذا ما عجبني كلامه سويت له بلوك وخلصنا. ورديت عليه. كان شاب من دولة عربية برضو، لكن مو من نفس دولتي، وعمره 27 وعايش معايا بنفس الدولة، يعني هو جنسيته مو من نفس جنسيتي لكنه عايش بدولتي، وكمان بمنطقة قريبة من منطقتي. وجلسنا نتكلم ونتعرف مع بعض، وكان شخص لطيف وكان شخص جدا لطيف ومثقف وواعي. وجلس يتكلم عنه وعن عائلته، وإن أهله يبغون يسافرون على أمريكا، وإن الفيزا حقته تأخرت وأهله راح يسافرون قبله، وهو راح يجلس فترة هنا إلين ما تطلع الفيزا. وجلسنا نسولف وما حسينا بالوقت، ما انتبه إلا الشمس طالعة علي. قلت له طيب أنا أستأذن، لازم أروح أجهز حالي. لا، قلت له طيب أنا أستأذن، لازم أروح أتجهز، عندي دوام في الجامعة وعندي بعد شوية اختبار، وحتى لسه لين دحين ما نمت. رحت الجامعة ورحت اختبرت وخلصت، ورجعت على البيت وأنا ميتة تعب. رحت حطيت راسي ونمت، وما صحيت إلا الساعة 8 الليل. صحيت من النوم ما لقيت ولا أحد من أهلي، كانوا رايحين بيت أخوي يسهرون هناك.